نهر النيل. يتدفق نهر النيل شمالا عبر 11 دولة من وسط إلى شمال شرق إفريقيا، ويصب في البحر الأبيض المتوسط بمعدل 2800 متر مكعب في الثانية، ويمر عبر إثيوبيا وإريتريا والسودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندي ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وهو أطول الأنهار في أفريقيا. يرفد نهر النيل 3 روافد رئيسية هي النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر عطبرة. ويعد توافر المياه على مدار العام من نهر النيل بالإضافة إلى مع درجات الحرارة الاستوائية وشبه الاستوائية الدافئة على طول مجراه عاملا هاما في دعم الزراعة المكثفة على طول ضفافه. ويعد النهر أيضا ممرا مائيا مهما للنقل، خاصة خلال موسم الفيضانات عندما تكون الطرق غالبا معطلة لفترات طويلة. تعتبر تربة دلتا نهر النيل بين القاهرة والبحر الأبيض المتوسط غنية بالعناصر الغذائية، وذلك بسبب ترسبات الطمي الكبيرة التي يتركها النيل خلفه في أثناء تدفقه في البحر. وتحتوي ضفاف النيل على تربة غنية أيضا، وذلك بفعل ترسبات الطمي الناتجة عن الفيضانات السنوية. نهر النيل هو أطول نهر في العالم، ويبلغ طوله حوالي 6650 كيلومترا، ويمتد عبر 11 دولة في شمال شرق إفريقيا. يبدأ مجرى النهر من بحيرة فيكتوريا في شرق إفريقيا، ويجري جنوبا عبر السودان ومصر، وينتهي بتفرعيه الرئيسيين النهر الأزرق والنيل الأبيض في دلتا النيل في مصر، حيث يصب في البحر المتوسط. يعتبر نهر النيل مصدرا مهما للمياه والرطوبة في منطقة الساحل الأفريقي الشمالي، وهو يزود الملايين من الأشخاص في الدول الممرة بالمياه العذبة للاستخدام الزراعي والصناعي والشرب. ومن الجدير بالذكر أن النيل يلعب دورا حاسما في دعم الحضارة القديمة في مصر، حيث تعتمد الزراعة في مصر بشكل كبير على مياه النيل. ومن بين التحديات التي تواجه نهر النيل هي نقص المياه في بعض الأحيان وتدهور جودة المياه بسبب التلوث وزيادة استخدام المياه للزراعة والصناعة. لذلك تعمل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية على إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وتحسين جودة مياه النيل. معلومات أكثر. نهر النيل يعتبر مصدرا هاما للطاقة في الدول الممرة، حيث تم إنشاء عدد كبير من السدود والمحطات الكهرومائية على طول مجراه. ومن أهم هذه السدود سد النهضة الذي يقع في إثيوبيا، والذي يتسبب حاليا في خلافات سياسية وقانونية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تأثيره على كمية المياه التي تصل إلى الدولتين الأخيرتين. كما أن نهر النيل يشهد نشاطا حيويا في الحياة البرية، حيث يمتد عبر مناطق صحراوية وجبلية، ويوجد فيه مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والأسماك النهرية. وتتضمن بعض هذه الحيوانات الكروكوديل والفهود والزرافات والفيلة والأسود. يتميز نهر النيل أيضا بتاريخه العريق وأهميته الثقافية والتاريخية، ويعتبر مصدر إلهام للعديد من الفنانين والكتاب والشعراء والمصورين، ويمثل رمزا للحضارة القديمة في مصر وللثقافة الأفريقية بشكل عام. نهر النيل هو أطول أنهار العالم، حيث يبلغ طوله حوالي 6650 كيلومترا، وينبع من بحيرة فيكتوريا في شرق أفريقيا، ويصب في البحر المتوسط في مصر. ويتألف نهر النيل من نهرين رئيسيين، النيل الأزرق والنيل الأبيض. تعتبر مصر أحد أهم دول المصب النهري لنهر النيل، حيث يمثل المياه المنبعثة منه مصدر الري الرئيسي للأراضي الزراعية في البلاد. كما يوجد في مصر عدد من المعالم الأثرية القديمة التي ترتبط بنهر النيل، مثل أهرامات الجيزة ومعابد أبو سمبل في أسوان. تتوفر في نهر النيل مجموعة واسعة من الأسماك، والتي تعد مصدرا هاما للغذاء للسكان المحليين. كما يتوفر في النهر عدد من النباتات المائية الهامة، مثل النبات البطار الذي يستخدم في صناعة الورق والألياف النسيجية. وتشكل سدود النيل والمحطات الكهرومائية التي تم إنشاؤها على مجرى النهر مصدرا هاما للطاقة في الدول الممرة، مثل مصر والسودان وإثيوبيا. وتعد سد الأسوان في مصر أحد أكبر السدود في العالم، والذي يوفر الطاقة اللازمة لملايين السكان.
وتشتهر منطقة نهر النيل أيضا بأنها موطن لبعض الثقافات الأصلية والمجتمعات التقليدية، مثل القبائل النوبة في جنوب مصر وشمال السودان، والتي تحتفظ بعاداتها وتقاليدها الخاصة وتعتبر واحدة من الثقافات القديمة في المنطقة.